السلام عليكم. لو اول مره بتشوفيني، انا اسمي موني احمد وقناتي اسمها مونيتا كيتشن. هنعمل مع بعض النهارده التوميه السوري بطريقه المطاعم والمحلات بره. بجد هنعملها بطريقه سهله جدا جدا، مش مكلفه خالص. في حله او في كزرولة هنحتاج كوبايه ونص من الميه، عليهم 3 معالق كبار من النشا، وهندوبهم بره خالص. وبعد كده هناخدهم على البوتاجاز بتاعنا، وهنبدا نقلب على نار متوسطه، وهنفضل نقلب عشان النشا ما تلزقش، ونقلب لحد ما القوام، شايفين القوام بيبدأ يتغير ازاي؟ بالشكل ده هنفضل لغاية لما القوام يشف معانا خالص. وهتشوفوا معايا، بس تابعيني لنهاية الفيديو علشان تعرفي الخطوات بالظبط. تمام كده. هفضل زي ما انت شايفة كده هقلب. يستحسن بقى لو انت استخدمتي حاجة ليها ايد عشان تبقى سهلة الاستخدام. انا هنا طبعا مش في المطبخ بتاعي، انا بقدم من مطبخ والدتي عشان كنت عندها في اجازة، وحبوا الولاد بقى ياكلوا شوية حاجات كده حلوين منهم التومية السوري، فعملتها لهم زي ما انتوا شايفين كده. فطبعا خلاص كده هي قربت، بس خلي بالكم في اللحظه دي بقى هنقلب، يفضل بالمعلقه علشان خاطر نقدر نتحكم اكتر. هنزل كل اللي في المضرب بتاعي، وهجيب معلقه بقى وابدا اقلب تاني. طبعا زي ما قلت انا ما بعليش النار خالص، انا حطاها على نار متوسطه. زي ما انتوا شايفين القوام بدا يتغير. طبعا لسه هي كده ما استوتش معايا السوى اللي انا عايزاه. هفضل اقلب لحد لما تتكون مع بعض، تبقى شفافة اكتر من كده. النشا بتاعي لازم يبقى لونه ابيض شفاف خالص، علشان خاطر تكون كده النشا بتاعتي استوت، وكمان جاهزة ان انا اكمل بيها كل التومية بتاعتي. شايفين القوام؟ كل ما بتقلبي فيها وكل ما بتقعد بيبدأ القوام بتاعها بيغير. شايفين اللون بدأ يتغير ازاي؟ برضو هفضل اقلب زي ما انتوا شايفين كده بنفس الطريقة. كل ما بقلب كل ما اللون بتاعها بيفتح اكتر واكتر، ليوصل لدرجة اللون اللي انا عايزاه. شايفين اهو؟ انا بوريكم بقرب لكم. هبدأ بقى برضو اقلب تقلبتين 3 كمان، هي خلاص قربت من اللون اللي انا هوريه لكم في اخر ما تستوي معايا النشا. واوعي تعلي النار في المرحلة دي خالص. النار بتاعتي مش واطية وهادية ومش عالية، نار متوسطة اللي هي اعلى من الهادية بشوية. تمام كده. بقلب اهو، بدأت تخلع من الحلة بتاعتي وتشف كمان. لسه قدامها كمان شوية، ما تزهقوش، هي ما بتاخدش وقت خالص. انا سايبه لكم الفيديو مش راضيه اسرعه علشان خاطر تشوفوا بالظبط مراحل تغيير لون النشا بتاعه. والنشا طبعا ده من المكونات الاساسيه عندي في التوميه السوري. طبعا زي ما قلت لكم ايدي فيها ما بسيبهاش خالص، اقلب حلو جدا. تمام كده. لسه طبعا هي قدامها شوية، لازم تفتحي كمان سنة اكتر من كده، وهتشوفوا اللون والقوام هيتغير ازاي معايا لو انتي متابعيني. وطبعا عايزه اقولك التوميه السوري من الحاجات اللي الولاد كلهم بيعشقوها في السندوتشات، سواء الشاورما سواء البطاطس، اي سندوتشات من بره بيحبوا التوميه جدا جدا. انا عندي ولادي بيعشقوا التوميه السوري. خلاص كده هي بقى وصلت، هنجيب بقى ننزلها في طبق وهوريها لكم. فردناها بقى، نجيب طبق مسطح او صينيه ونبدا نفرد الخليط. شايفين اللون اتغير تماما وبقى شفاف ازاي؟ هفردها بقى رقيقه جدا جدا، هملى الطبق، ولو في طبق اكبر من كده تمام نفردها عليه برضو مفيش اي مشكله. شايفين؟ هفردها طبقه رقيقه جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا زي ما قلت لك انا مش هسرع الفيديو عشان تشوفي بالظبط كل حركه او كل خطوه انا خطيتها في التوميه بتاعتي. خلاص كده تمام. شايفين؟ هقرب لكم كمان. شايفين شفافه ازاي؟ هسيبها لحد لما تبرد خالص وبعد كده هنشتغل فيها. والتوميه بتاعتي بعتذر النشا بتاعتي بعد ما بردت خالص، هجيب بقى شفشق الخلاط بتاعي. طبعا هنزل كل اللي موجود في الطبق. تقدري تستخدمي الهاند بلندر، انا طبعا هنا متوفر عندي الخلاط فهشتغل في الخلاط. تقدري لو متوفر عندك هاند بلندر برضو تشتغلي بالهاند بلندر، مفيش اي مشكله. تمام، يا الهاند بلندر يا الخلاط. هحط زي ما انتوا شايفين كده ال- النشا بتاعتي في قلب الخلاط، ومش هسيب اي حاجة تماما. وهنزل بقى عندي مكونات بقية التومية. هي عبارة عن نص كوباية من الزبادي. علبة الزبادي بناخد نصها. تمام كده. لو مش متوفر عندك الزبادي تقدري تستخدمي لبن او مايونيز، بس انا هنا عاملاها من غير مايونيز وعاملاها بالزبادي. هاخد بقى نص الكوبايه. انا جبت كوبايه زبادي، ما كانش فيه بلدي، كان ما فيش الا الزبادي الشركات، فاضطريت ان انا اخد نصها كده.
تمام. وعندي كمان عصير معلقتين كبار عصير ليمون برضو هستخدمهم. وعندي 3 فصوص من الثوم. تمام. هنزل بقى بالثوم وبعصير الليمون. وعندي بقى الملح، والملح هنا بيكون حسب الرغبة بتاعتك او حسب المذاق بتاعك. في ناس بتحبها ملحها عالي، وفي ناس بتحبها الملح بتاعها مظبوط، او ان هي تبقى الملح بتاعها كمان مش عالي. تمام كده. هبدأ بقى اضرب زي ما انتم شايفين اهو كده. وبعد ما تتضرب وتتكون معايا بالشكل ده، اخر حاجة هبدأ انزل. عندي نص كوباية من الزيت، والزيت بتاعي هنا لازم يكون زيت نضيف مش زيت تموين، علشان يديكي نتيجة حلوة قوي، والطعم كمان بتاعه ما يبانش فيه التومات. هبدأ بالراحة كده انزل بسرسوب بسيط قوي من الزيت واضرب زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لك نص كوباية، يبقى احنا استخدمنا في الزيت نص كوباية زيت ابيض. انا بنزل واحدة واحدة اهو هضرب. وتقدري توقفي وتقلبي بالمعلقة، مفيش اي مشكلة. وتكملي ضرب لحد لما تختلط كل المكونات مع بعضها شوية، وهتلاقوا القوام مختلف تماما اهو. هنفضل برضو نضرب لغاية لما التومية بتاعتي تنعم خالص. وهكمل بقية نص كوباية الزيت، لان هي خدت نص كوباية زيت بالظبط، لا اقل ولا اكتر. تمام. وهضرب بقى خلاص دلقت كل الزيت اللي عندي، هضربها بقى ضرب تام كده لحد لما تختلط وتتجانس تماما. شايفين القوام اختلف تماما وافتحت خالص، بقت لونها عامل زي الزبادي، وكمان كمان نعمت قوي. تمام بالشكل ده. هوريكم بقى القوام بتاعها، هقلبها كده حلو. شايفين القوام بتاعها تحفة. عايزه اقولك طعمها رهيب جدا. هختبرها بقى ازاي. هعمل بقى فاصل في المعلقه كده في الظهر انها ما تلحمش. دي تبقى خلاص كده تمام اهو. عملت لكم خط كمان تاني ان هي ما لحمتش كده. التوميه بتاعتي تمام. هفضيها بقى عندي يا في برطمان يا في طبق ازاز، علشان بلاش بلاستيك عشان بيلقط ريحه التوم. نفضيها في اي حاجه لازاز. تمام. انا طبعا عشان هستخدمها على طول في نفس الوقت، فحطيتها في الطبق. وهبدا استخدمها في الساندوتشات اللي هعملها لكم ان شاء الله في حلقه تانية. دي كانت حلقتي ليكم النهارده، التوميه السوري بطريقه سهله جدا، بطريقه المطاعم بجد تحفه، من غير مايونيز ومن غير لبن. عملناها بالزبادي. اتمنى يا رب الحلقه بتاعتي النهارده تكون عجبتك وتكوني استفدتي. لو حاسه بقى ان انتي استفدتي من الفيديو بتاعي النهارده والحلقه عجبتك، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. واستنوني في حلقات تانية كتير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.